السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيانه، احوالكم طيبه. لقاكم هذا الفيديو نتوما في تمام الصحه والعافيه. فيديو جديد، وصفه جديده، نتمنى تنال اعجابكم واستحسانكم. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نحضروا مع بعضنا دجاج بالعسل والثومه، كيجي رائع البنات، وبتتبيله اللي كتعطيه طعم مميز ومغاير تماما على اللي موالفين تنوجدوا. كيف ما كتشوفوا انا رافقته هنايا بالرز. يمكن لك ترافقي بخضره سوطي، يمكن لك فانا اكتفيت انني بالرز بوحديته، ما زدت معاه حتى شي اضافات، باش هكا يخلي لي داك المذاق المميز ديال هاد الطريفه ديال الدجاج. كتجي شي حاجه روعه. يمكن لك ديريها الوجبه ديال العشاء ولا الغداء، يمكن لك تخدمها كذلك كيف قلت لك مع الخضره سوطي، فراها وجبه مشبعه ورائعه ولذتها خيال بهذا المعنى. فندوزو على بركة الله نشوفوا المقادير والطريقة اللي غادي نحضروا بها هذه الأكلة الشهية. أنا رافقتها هكا بسلطة ديال الجزر. تابعوا لا فيديو من الأول حتى الآخر، وهكا غادي تاخذوا الوصفة كاملة. عندي نصف كيلو ديال صدر الدجاج اللي مقطع على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. المكعبات يكونوا ماشي صغار وما يكونوش كبار بزاف، باش هكا يطيبوا لينا. مغسولين مزيان كيف ما كتعرفوا بالملحه والسكينجبير والحامض. وملي تسقطروا فانا غادي نضيف لهم التوابل. هنا عندي الملحه ومعلقه ديال السكينجبير ونص معلقه ديال الابزار، حيت مازال غادي نزيدوا التوابل في مرحله اخرى. هنا قديت لهم داك التوابل وخليتهم على جنب. دزت هنا درت كاس ما عامرش ديال الماء، غادي نضيف ليه معلقه كبيره ديال معلقه صغيره عامره عفوا ديال البابريكا ولا التحميره، ومعلقه ديال الابزار مع بيضه. غادي نخلطهم مليحه من طبيعه الحال، وغادي نضيف كاس ديال الدقيق، وغادي وخماره ديال واخا ما تصوراتش ليا ملي كنت كندير، راني ضفت خماره حمراء من فئه 8 غرام. غادي نخلط مزيان هاد المكونات حتى ينسجموا ليا مع بعضهم، ونكملوا مع بعضياتنا الوصفه من بعد ما ندمج كيف ما شفتوا ما نسجموا لي المكونات. هذه الخماره اللي ضفت، فغادي ندوز باش غادي نصب هذا الخليط على الخليط ديال الدجاج اللي عندي بهذا الشكل هذا، وغادي نخليها واحد ساعه ساعتين. يمكن لك ديريها ملي كتكوني يعني طيبي في الغداء وتخليها للعشاء ولا في الصباح وديريها للغداء. راه زعما واحد الاكله لذيذه بزاف. غير جربوها وردوا عليا. صافي غادي نخليها في هاد الماريناده هادي، ومن بعد غادي ندوزو باش نكملوا الوصفه ديالنا. هنا عندي مقله اللي درت فيها الزيت، غادي نبدا نقلي داك الطريفات اللي عندي ديال الدجاج على هذا الشكل هذا، وغادي نقلبهم حتى تحمروا ليا مزيان. العافيه تكون متوسطه، ما تكونش مجهده باش ماشي غير ياخذوا اللون ذهبي ما يطيبوش من الداخل. الا تقلنا عاود البوطه يعني مهلناها راه فغادي يكرموا لينا، ما غاديش يبقاو فتيين. صافي من بعد حيدتهم وفي نفس المقله درت واحد 5 ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين كيف ما شفتوا. غادي نديهم ونجيبهم في شويه ديال الزويته، ما تحرقش الثومه وانما يعني تتحمر ما تاخذش اللون ذهبي، وانما غير غندي واحد نجيبوا واحد شي شويه. ومن بعد غادي نضيفوا لها باقي المكونات. عندي هنا 4 ديال المعالق كبار ديال الكيتشوب. انا درت شويه في الاول باش نحاول تمشي ليا مع داك الثومه، وعاد ضفت الباقي. وهنا عندي 2 معالق ديال الصوص الصوجا كتعطيها اللون ومذاق هائل البنات. هنا معلقه ديال العسل يمكن لك ديري نصف الكميه، درت معلقه كبيره، يمكن لك تستغني عليه. فراه المذاق رائع تحت جميع الظروف وجميع الحالات. رائعه هذه الوصفه، غير جربوها وردوا عليا. من العسل كيزيد يعطي نكهه خاصه. صافي غادي نحاول انني نديهم نجيبهم في المقله مزيان، ونضيف لهم داك الشرائح اللي عندنا اولا الطريفات اللي عندنا ديال الدجاج. نحاول نشحرهم شي شويه في هذا الماريناد، وصافي وكنقدمهم بالصحه والراحه. كيجيو رائعين البنات، صدقوني شي حاجه طوب، مذاق لا يعلى عليه. وصفه جربوها وردوا عليا. فقتها كيف قلت لكم مع سلطه ديال الجزر اولا خيزو محكوك مع المايونيز وطريفه ديال الكركاع. اي فاكهه عندكم ديروها، يمكن لكم تضيفوا ليه حتى التفاح، فكيجي حتى هو زوين ولذيذ. نتمنى ينال اعجابكم. وهذه الوصفه انا قدمتها مع الرز، يمكن لكم مع خضره سوتي. كيف قلت لكم الرز خليته فقط سلقته بالملح وشويه ديال الابزار وورقه ديال الغار فقط، ما بغيت نضيف ليه حتى شي اضافات اخرى باش هكا ما يغلبش ليا على المذاق ديال الدجاج. فجات
وصفة رائعة، صدقوني الا جربتوها لوليداتكم غيوليو دائما يطلبوها لكم. نتمنى تنال اعجابكم، ما تنسونيش باللايك وبارطاج مع الاهل والاحباب اللي تاعهم الفائده، وهكا نبقى مستمره. فكنتمنى انها تنال اعجابكم. الى فيديو اخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.